القطط بتشوف ابيض واسود؟ اشاعة ولا حقيقة؟ كوباية الكابتشينو وركز مع بيطرينو. تعال نفكر كده، لو قطتك قررت في يوم تمسك ريشة وترسمك، هل هترسمنا بنفس اللون ولا هترسمنا بألوان تانية؟ الإجابة تكمن في تركيب العين نفسها، تحديدا في خلايا في العين اسمها الرودز والكونز. الرودز هي المسؤولة عن الرؤية في الضلمة، والكونز دي اللي بتلقط الألوان. احنا كبشر عندنا 3 أنواع من خلايا الكونز، أما القطط فعندهم نوعين بس، يعني واخدين باكج اقتصادية عننا شوية. طيب يا ترى بيشوفوا ايه؟ القطط تقدر تشوف الأزرق والأصفر بوضوح جدا، أما الأحمر والأورنج والبينك فدول بيظهروا باهتين شوية، أقرب للرمادي كده. طيب وهي دي مشكلة بالنسبة لهم؟ في الحقيقة القطط مش محتاجة الألوان دي في حاجة أصلا، لأن القطط في الأصل صيادين محترفين جدا، والميزة الحقيقية عندهم بتظهر لما النور يقطع وانت تبقى مش شايف حاجة. هما بقى شبكية عينهم مليانة رودز أكتر مننا بكتير، وده اللي يخلينا نقول عليهم ملوك الرؤية الليلية. وعشان كده لما تلاقي القط بتاعك باصص في ركن فاضي في الصالة ومبرق، هو أكيد مش شايف كائن فضائي يعني. القصة كلها إن عينه لقط حركة بسيطة جدا انت عينك البشرية مستحيل تلاحظها. في النهاية عالم القطط يمكن ألوانه أقل شوية، بس متظبط بنسبة 100% عشان يبقوا أمهر صيادين في الطبيعة. افتكروا إن ورا كل حيوان قصة أغرب من خيال.